وزي ما تكون ملكش ولاد أخ يتامى تسأل عليهم. الدنيا تلاهي والشغل مش مخلي الواحد قادر يقيم دماغه. ربنا يكون في العون. هما بس الولاد يا عيني اللي دايما على لسانهم فين عمنا فين عمنا. القصد يا ترى الزيارة دي بسبب ولا جاي تطمن على ولاد أخوك؟ إلا بالحق صحيح، هما فين الولاد؟ الولاد في مدارسهم يا سعادته. صحيح، ده احنا لسه الظهر. يا ترى عاملين ايه في عالمهم؟ ربنا معاهم ومعانا. ما يلزمهمش اي حاجة، انا مستعد لكل طلباتهم. من امتى؟ على كل حال كتر خيرك، قرشين المعاش مكفينا والحمد لله. معاش ايه بس اللي مكفيك انت والعيال ده على ما يكبروا مصاريفهم هتزيد قوي قوي قوي. نحمده على البركة والستر يا ابو رفاعي. ايوه، بس ولاد اخويا لازم يعيشوا احسن من كده يا ام شلبي، ياكلوا كويس، يلبسوا كويس، يظهروا وسط الخلق. هو ابوهم الله يرحمه كان شويه، ده كان رئيس قلم قيودات قد الدنيا. لا مؤاخذة يا سعادته، يا ترى ايه سبب النغمة الجديدة ديت اللي انا بسمعها منك اول مرة؟ نغمة ايه يا ست ام شلبي يا مرات اخويا؟ هو انا بتكلم غير الجد؟ القصد وازاي الست مفيدة مراتك وبنتها مديحة؟ الحمد لله. بقى اسمعها يا مرات اخويا، ايوه انا جاي لك في موضوع كده، في مصلحة ليكي وللولاد. يا رب خير. البيت اللي في المعادي ده احنا سايبينه ليه؟ بيت المعادي؟ وهو احنا برضو سايبينه؟ ما هو متأجر، وكل شهر اديك بتبعت لنا نص الايجار مع المحروس ابنك رفاعي. كام جنيه اللي زي قلتهم دول يكفوا يسقوكوا ميه يا مرات اخويا؟ على رأي المثل ان آية تسند الزير. ما فيش زير ولا حاجة. الزير ده بقى احنا هنكسره، هنجيب بداله تلاجة كهربا عشان خاطر عيون العيال. والنبي ما انا فاهمه قصدك. بصراحة انا جالي مشتري للبيت ده وهيدفع تمن ما كناش نحلم بيه. نبيعه؟ لا خسارة يا ابو رفاعي، انا خاطري يعني نخليه وهي حاجة تنفع العيال في المستقبل. عيال ايه بس اللي هيستنوا خير يجيلهم من بيت دور ارض زي ده؟ الله، ده السكن اللي فيه بيدفع ملاليم ايجار قديم. لكن لما نبيعه بقى اهو تلاقوا لكم من ورا قرشين متجمدين ينفعوكوا. قلت ايه يا مرات اخويا؟ ايوه بس انا صعبان عليا البيت. ما يصعبش عليك يا غالي، ايه نتكل على الله ونبيع. وكمان عايزك تطمني قوي لان مش مشوارك ورايا لا في المساحه ولا الشهر العقاري، انا بقى اللي هقوم بكل حاجه. والعقد اهو تمضيلي عليه وبس. عقد ايه يا سعادته؟ ما انا خليت المشتري يجهز العقد ومقدم الثمن كمان، وانا كملتلك عليه من معايا عشان يبقى نصيب المرحوم اخويا، يعني نصيبك انت والولاد نص الثمن بالتمام. اهو شايف الفلوس تفرح رزم وبواكي. يا